محبي كرة القدم الإسبانية. جوردي ألبا يتقدم مرة أخرى، الآن يعيد الكرة للخلف للمنتخب الإسباني عالية وللأمام، خطيرة، جول جول للمنتخب الإسباني. موراتا يسجل وإسبانيا تتقدم. إسبانيا تتقدم، لكن لعبة جميلة من نونيتو يأتي بالعرضية المثالية تماما، وموراتا الذي يسير على خطى فرناندو توريس. هذه اللعبة الجميلة بداها ألبا، لكن عينك على من؟ على نونيتو. الكرة كانت قوية. لا نعم، نونيتو كانت قوية، وهذا ما صعب مهمة المدافعين. ما كانت مرفوعة، كانت نص مرفوعة ونص تسديدة، وبالتالي هذا الكوكتيل، هذا الميكس الجميل أهدى الكرة على رأس موراتا اللي تفاعل بطريقة ممتازة. وإسبانيا عزيزي المشاهد تتقدم على وصلت لفابريغاس، نقلة جميلة ومحاولة خطيرة والتسديدة، هدف ثاني، جول، هدف ثاني لإسبانيا. نونيتو، احنا قلناها يا جماعة، خلاص الأمور أمام الإسبان صارت في طريق سهل. نونيتو أيضا يأتي بتوقيعه ويذهب للكبير كاسياس، هدفين في أقل من دقيقتين. الكرة الماضية هل كان هناك تسلل؟ خلونا نشوف هذه الإعادة، هذه ما في تسلل أبدا. وبعد ذلك طبعا تأتي الكرة من المدافع، يعني حتى لو كان في تسلل الكرة تأتي من المدافع. هذا خطأ في هكذا أماكن، طبعا خطأ قاتل جدا. إسبانيا تتقدم عزيزي المشاهد، أولا بالرأس وبعد ذلك بالقدم اليمنى لنونيتو، وكلاهما موراتا أولا ونونيتو ثانيا يسجلون للمرة على مردود النجم التركي الكبير. هذه محاولة جميلة، فرصة، هدف، جول. إسبانيا تنصب سيركا في المباراة وتأتي بالنتيجة الأكبر في أوروبا 2016. هدف ثالث يسجله موراتا، لكن العمل جماعي. بدأ الرسام يزداد، وبعد ذلك الكرة أعتقد فيها شك تسلل، لأن في اعتقادي جوردي ألبا متقدم عن الكل. لكن عينك على مبتكر المتعة، اي نعم، هذا اللاعب اللي حقيقة الوحيد اللي تشتاق لحضوره في عز حضوره. التمريرة جميلة وموراتا يأتي باللمسة، والكرة كانت في منتهى السهولة، وبالتالي يتقدم المنتخب الإسباني بثلاثية. نبيل معلول يتحدث عن رباعية أو خماسية، الآن هي ثلاثية.